الجديد عن طرح فكرة أن جوزيه جوميز يكون هو خليفة مارسيل كولر في تدريب النادي الأهلي، سواء في الفترة القادمة لو الأمور ساءت أو في الموسم القادم. ما حقيقة هذا الأمر؟ الإجابة سريعا. جوزيه جوميز من داخل النادي الأهلي هناك حالة عدم رضا عن المشهد الأول لجوزيه جوميز مع النادي. يعني إيه؟ يعني كابتن فضل كان أول امبارح بيتكلم في بودكاست الفراودة، طبعا إنتاج الشركة المتحدة، عن فكرة إنه كان الورق خلص والعقود خلصت، وجوزيه جوميز المدير الفني للنادي الأهلي سابقا. الراجل وقتها اتحجج وقال إن والدي مريض فلازم أسافر، وبشكل مباشر بعدها راح مضى مع الميريا. وبالتالي من داخل النادي الأهلي كابتن الخطيب في المواقف اللي شبه دي، حالة جوزيه جوميز في سياق، حالة قندوسي في سياق، الحاجات اللي هي فيها مشاكل بشكل مباشر مع النادي الأهلي، أو إن أنت فضلت حاجة على النادي الأهلي، المسائل دي منتهية. بالمناسبة قندوسي لحد